السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض طريقه الشاورما اللحمه. عايزه نص كيلو شاورما لحمه واقطعها زي ما احنا شايفين كده بالطول، او تخلوا طبعا الجزار يقطعها لكم. المقادير بقى: عايزه معلقتين زبادي، كمان عايزه ربع معلقه صغيره كمون. ما نكترش الكمون عشان الكمون بيمرر الاكل شويه يعني لما نكتره. وعايزه ربع معلقه صغيره زي ما احنا شايفين كده فلفل اسمر، وعايزه ربع مج خل، وكمان عايزه ملح حسب الرغبه او معلقه كبيره، انا بحط معلقه كبيره. وعايزه معلقه صغيره توم باودر، وكمان عايزه ربع مج زيت، ممكن يكون ذره او زيت ملهوش ريحه، بس دي المقادير. وكمان هحط ربع معلقه كمان بابريكا. كده زي ما احنا شايفين نزلنا بالمكونات كلها طبعا على الشاورما اللحمه او على اللحمه. طبعا نزلنا بالزبادي طبعا الثوم البودر والملح والكمون والفلفل وكمان البابريكا، وكمان معلقتين الزبادي والزيت والخل. دلوقتي هنقلب بقى كل المكونات دي مع بعض. كده خلاص قلبنا كل المكونات، وحطيت كمان ربع معلقه صغيره تركيه كده من عندي توابل شاورما. خلاص كده هنحطها في التلاجة ليله كامله، او هنحط قبل ما نعملها 3-4 ساعات او 5 ساعات بجد، نسيبها في التتبيله دي عشان تاخد من التتبيله وما تاخدش سوا. دلوقتي زي ما احنا شايفين كده الشاورما بعد ما قعدت او اللحمه ليله كامله في التلاجة، قعدتها يوم. دلوقتي بقى هنجيب طاسه ونكون مسخنينها على النار، وهننزل باللحمه عليها عشان تاخد صدمه. وبعد كده نكون مقطعين طماطم وبصل وخضره بقدونس. بعد ما يستوي طبعا الشاورما، بعد ما تستوي هنزل عليها بالحاجات دي. تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض. دلوقتي زي ما احنا شايفين انا جبت الطاسه. دلوقتي طبعا هخليها على النار 5 أو 10 دقايق عشان تسخن، وبعد كده هنزل بالشاورما عليها عشان تاخد صدمه. دلوقتي زي ما احنا شايفين طبعا انا حطيت الشاورما، خلاص الطاسه سخنت. دلوقتي بقى هنسيبها تاخد صدمه كده، وبعد كده نقلب. زي ما احنا شايفين كده الشاورما بدأت تنزل السوائل اللي فيها. دلوقتي بقى هنسيبها خالص لغايه اما تشرب السوائل كلها، بعد كده ننزل بالبصل والطماطم. دلوقتي زي ما احنا شايفين مع بعض كده انا قطعت الطماطم بالشكل ده طبعا، وشلت منها البذر بتاعها، وكمان قطعت البصل بالشكل ده، وكمان قطعت البقدونس زي ما قلت لكم بالشكل ده. زي ما احنا شايفين كده خلاص الشاورما خلاص شربت السوائل اللي فيها. نزلت بالبصل. دلوقتي بقى ياخد مثلا